عليكم ورحمة الله وبركاته. قرر راجل هو ومراته وأولاده إنهم يخرجوا في رحلة لطيفة كده يستمتعوا بيها. وهم في الطريق راكبين عربيتهم وقفهم شخص اسمه المال، فقال لهم عايز أركب. فالراجل استشار مراته وأولاده، ها نركب المال؟ قالوا ركب المال، لو المال بتاعنا أو الزاد نقص معانا هينفعنا. ماشي، مشي شوية، ما فيش كده شوية واحد وقفه اسمه السلطة. ها استشار كالعادة مراته وأولاده، نركب السلطة؟ قالوا له ركبه هينفعنا، ولو وقعنا في مشكلة ولا ضيقة في أي حاجة هيسد معانا. ماشي، مفيش بعديها بشوية يا مولانا واحد اسمه الدين، استشار كالعادة مراته وأولاده، نركب الدين معانا؟ قالوا له لا، الدين ده هيضيق معانا الدنيا وهيضيق الرحلة وهيقولنا ده حرام وده حلال مش عارف ايه، سيبه. مش الراجل مفيش شوية لقي لجنة كمينة، يعني لقي الضابط. طلع له الرخص، لا يا عم أنا مش عايز الرخص. طلع له المال، لا مش عايز المال. طلع له السلطة، أنا معايا سلطة ونفوذ. قال له لا، كل ده مش هيغني على اللي أنا بدور عليه. أنت بتدور على إيه؟ قال له أنا بدور على الدين. فالراجل اتفاجئ وقال له طب استنى ثواني كده، اديني انا سبته ورايا شويه كده هرجع اجيبه. قال له لا خلاص، فات الاوان ومش هتقدر تجيبه. فنزله من العربيه. وكانت المفاجأة، فقال للظابط انت مين؟ قال له انا الموت، وهذا موعد رحيلك عن الدنيا. حتى ومراته واولاده اخذوا العربية وسابوه ومشيوا بعيد. فلنستيقظ بالله عليكم من غفلتنا، ونعلم ان من ابتعد عن الدين ابتعد عن السعادة. وديننا على فكرة مش بيضيق ولا حاجة، الدين يسر وليس عسر. الناس هي المتشددة واخدة الاشياء الخاطئة من الدين. ديننا يسر وديننا لا يبعدنا عن الحياة، ولكن يبعدنا عن الحرام.